نتكلم عن الكيوت كور او الكور. ما حد مهتم بالكيوت كور ايش يا حبيبي؟ في شاب كيوت كور ما رايك بكيوت كور؟ ابلش امنا بالكيوت كور الكيوت كور كواي كور كيوت ما ادري. قفل فمك يا عمي، ما حد مهتم بالمحتوى ذا. تحس نفسك وين انت؟ ببريطانيا. يا اخوان طلع في عالم كيوت كور من جد. الشيء ذا طلع من جد حقيقي. ايش بأم الفترة الأخيرة ذباتي قامت تتحول للواقع. قبل فترة ذبات كذا ذبة قلت إنه هذا اسمه كروسان. طلع اسمه كروسان من جد. برضو قاعد تطقطق على كيوت كور ما رأيكم بالكيوت كور الكلام الفاضي. طلع في عالم كيوت كور من جد. وذبات على واحد قلت له الله يسر عليك روح غير قناتك لقناة أجنبية. طلع عنده قناة أجنبية من جد، بس هذه خليها يعني ما راح نتكلم عنها. بس من جد كيف أي شيء قاعد تقوله قاعد يتحول للواقع الفترة الأخيرة. هل أنا عندي عصا سحرية ترسب لي الأشياء؟ بس يا أخي أنا ما عندي قوة خارقة. قوتي الخارقة الوحيدة فقط إني طويل واسمراني ومعضل وفخم ورهيب وتاريخي ومز وغني. أوكي بدون غني. المهم إني ساحب 3 أسابيع وما حد سأل عني. 3 أسابيع يا عالم، يعني 21 يوم، يعني 500 ساعة، يعني 30,240 دقيقة، يعني 1,800,000 ثانية، يعني 18 مليار و14 مليون و400 ألف جزء من الثانية وما حد سأل عني. 20,000 صنم ولا انتم بتحجرين ولا شو وضع امكم؟ يا اخي رساله واحده بس حسسوني اني انسان عشان لا اتبلد. اي واحد بعد الفيديو ذا يرسل لي بالخاص انا بعطيك هديه. تبغاها ستور، تبغاها اكس بوكس جيم باس، تبغاها ستيم، تبغاها بطايق سوا لانك مطفر وما عندك رصيد عادي. بس شروط بسيطة، بس عليك تطبق بس شروط بسيطة جدا. تحط لايك، تحط اشتراك، تبوس رجلي، تحط سيف للمقطع، تنشر المقطع لكل اللي تعرفهم وتسوي له نسخ تحط عندك بالبايو، ثم تبوس رجلي وتجيني تيك تعطيني فولو وتحط لايكات لكل المقاطع وتسوي لها سيف، ثم تبوس رجلي مره اخرى وتجيني انستا وترسل لي 60 سطر مدح وتطبيل لي وتكون موثق كل شيء عشان اصدقك، وتجيب معك قران وتصور برضو انك قاعد تحلف بالقران. بعدها برفع لك طلب لاداره سلاي فويست للشحاته اذا ممكن $3، مع انهم يقولوا الاداره هذه تعرضت للافلاس. أنا راح أصنع عالم. نفس ما سمعته، راح أصنع عالم، راح يكون اسمه عالم الكيوت كور. هذا من اسمه واضح يتكلم عن إيش المهم. القوانين عشان المقدمات والأشياء دي يتكلم عنها في فيديو ثاني. القوانين ممنوع الأولاد لأنه خاص. إيش العنصرية ذي؟ ليش؟ بعدين أصلا كل العوالم اللي تكلمنا عنها يقولوا لك في البداية ممنوع الأولاد وتلقاهم كلهم أولاد. شوفوا أنا الحين بفرفر، شوفها لقيت أول مقطع شوف ايش لقيت. اسمي محمد، جديد في عالم الكيوت كور وحاط قبلة كذا. البنات ممنوع تسبي أي عالم أو تسرقي أفكارهم. ممنوع تاخذي فكرة بدون منشن أو لقب الشخصيات لازم يستخدمها 4 أشخاص. إيه بس عندهم قانون لا تزرف أخوك المسلم بالمحتوى، وأنا هنا في حرامي لاحقني يا شيخ، كل ما نزلت راح زرفني بالمحتوى. حرامي بشكل مو طبيعي. شو اسمه؟ السهم أتوقع. السهم. بلغوا علي يا اخوان اني والله تعبت. الرجال يحسبني بوفيه مفتوح ياخذ مني محتوى يروح. نزلت عن فين بوي، نزل عن فين بوي. عالم الفيك، عالم النقط. يا اخي خلاص. والمشكله انه بجي دخلت عليه بالتيك توك لقيته فاتح بث يسولف عن متابعين، دخلت معاه قلت له الله يرحم لي والديك يا شيخ وقف انك تزرف محتواي، الله يرحم لي والديك. قال لي لا والله انا ماني مبطل. قلت له انت لو رجال انزل لي فيفا، ما ادري ايش دخل فيفا بس يعني قال لي والله تم يا ابوي والله يسبح. قلت له بس نزل لي فيفا وقدام العالم بنفتح بث والموضوع تصاعد. حددنا موعد يا جماعه الخير اللي هو يوم الاثنين الساعه 11 الليل سيتم تعنيف الساحب، وبيكون في بث مباشر. يا تلحق يا راحت عليك. بتشوف ساحم وهو قاعد ينجلد من قدوته في المجال. بتشوفون اكبر من نتيجه مساعد الدوسري دحومي 3 ساعات. جلد بيكون جلد ابى امسح فيه البلاط عشان يتعلم مره ثانيه انه ما يزرف مني محتوى. والعقاب بيكون اني اقدر اخذ قناه ساحم واغير الصوره لاي شيء انا ابغاه. اي شيء انا ابغى يقلع مفخه بغير الصوره حقتي احط فله يا شيخ. بحط باربي، بحط اي شيء كذا فيه انوثه بحطه. المهم نرجع لعالم كيوت كور ذا نشوف ايش وضع امه. بنات تعرفون ذيك اللي كانت تقول هاي لوريز انا لوري؟ يا اخي ترى حرام تطقطقون على انسانه. بندريتا ياهو خلصت الالعاب ولا ايش يا ابو اكسديشن؟ صرت من عالم كيوت كور. اي الدنيا بس شكل الميمز هذاك صار واقع. بعدين دقيقة ايش هاي لوريز ذا؟ وش ذا؟ ذيك اللي كانت تقول هاي لوريز انا لوري؟ يا اخي ترى حرام تطقطقون على انسانه، ترى شيء طبيعي الواحد يسوي اغنية. تكفون يا عالم، نبي نعدل كل شيء. وتراها مرة متواضعة بس التنمر اللي جايها مو طبيعي يا اخي. حتى قالت اذا تبون اي شيء بمنشن. ولله متواضعة، حرام عليكم يا عم ايش قاعد تخربط انت؟ وش هاي لوريز دي؟ دقيقة انا ابحث. هاي وش ذا؟ هاي لوريز أنا لوري عمري يا وش ذا يا عم؟ تلوث سمعي وبصري. يا قفل تستاهل السب يا ابو اكسديشن، والله تستاهل السب ذي. اغنيتها كانها اغنية حفاظات بالله اسمعوا.
هاي لوريس أنا لوري عمري ما قدرك مين وشخصيتي بينكي باي أنا مرة حكم. والله راكبة بشكل. كيوت كور هو اتجاه جمالي عبر الإنترنت انتشر بشكل كبير منذ 2020. يا أخي بطلوا الكذب، بطلوا الكذب. 2020 يا بنت الحلال، واحد ساقها عليكم قبل أمس مطلع العالم ذا، وبرضه كتب معاه عالم الفيك وعالم النقد وعالم الكلاب، وقال لكم ترى هذا متأسس من 2020. بطلوا النصب، هذول ناس حقين عالم الفيك من 2011. يا بنت الحلال أصلا 2011 ما كان في شيء اسمه تيك توك، أنت تنصبي على مين؟ لو تبغى تنصبوا زي الناس يخرب بيتكم يا شيخ. 2011 كلمة الفيك هذه أصلا ما كانت موجودة عندنا، كلمة أجنبية أنا عارف، بس إنه ما تلقى واحد عربي يقول لك فيك، مستحيل، ما وصلت عندنا لسه. كنا نقول مغشوش ولا نقول منصوب ولا فوتوشوب ولا هذيك الكرنجية هذيك ايش كان اسمها؟ أيوة من جيلي شيك. 2011 2020 يا بنت حروح هزي على أغنية الحفاظة حقتكم دي. وبين لمسات غريبة يركز هذا النمط على المبالغة في المظهر اللطيف. كاو آي كواي يا جماعة الخير. اوه ماي جاد، لا اله الا الله، احس انه الكابوس قاعد يتحقق ويصير واقع. كواي كور وكيوت كور وبوب كور، صار في عالم كيوت كور والحين صار في عالم كواي كور وباقي عالم البوب كور. والله ما راح استغرب اذا صار في عالم اسمه عالم البوب كور، والله العظيم. عالم البوب كورن. بالعالم هذا نقيم انواع الفشار اللي بالجبنه والكراميل مو حلو في السينما لان يعطش جدا. المهم لحد ياخذ المقاطع اللي بمنشن العالم تاسس عام 2026. والله انا خلاص بترك الكوكب ذلكم. اقرب صاروخ انا بركب الصاروخ بروح قمر ولا بروح مريخ ولا شيء. بس دقيقه تعالوا نشوف الحسن اللي بالموضوع، الجانب الايجابي. قال انه العالم متاسس 2026. ليتس جو. واحد مو كذاب اخيرا يا شيخ، واحد يعرف انه الكذب حرام. ليتس جو. خلاص انا بصير من حقين عالم البوب كورن، بسوي مقطع عالم البوب كورن وبنزله بحسابي في التيك توك. تنوروني جميعا. ندخل بالموضوع المهم، سالفة التحدي بيني وبين سام. هذا أبوريكم فويس ومسجله وتشوفوا التوتر والرعب على صوته. تاريخ اغتيالك على يدي، والله ما أرحمك، يمين بالله والله العظيم. ترى ما تعرف يا ولد خلنا أوريك. ترى هذه يسموها الحرب النفسية. قاعد أواجه معك الحرب النفسية، عشان يقول لك عندما تكون في حرب ما تخسر في الأرض إلا عندما تخسر المعركة نفسيا. فأنت عندما تخسر نفسيا، فهمت؟ إن شاء الله فهمت. والله أنا فاهم. إيه والله فاهم، بس إن شاء الله فهمت. أرى الرعب في صوتك، ما أنت قاعد تركب كلمتين على بعض. أبعطيك يوم واحد رحمة مني إنك تطلع وتعتذر وتقول إني ماني قد التحدي على سلاي ونكنسل الفكرة خلاص، عشان ما ودي أفتح بث وأدعسك كذا قدام الناس وتنفضح يا حبيبي. لا. المهم يعطيكم الف عافية المشاهدة يا جماعة الخير، وأدري إني مقصر بس ما عليكم، الفترة الجاية بدلعكم إن شاء الله. سبسكرايب لايك شير والسلام عليكم. شوشر جلسة ضربي يا ابني سيطرة